العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. أهمية الفحوصات الصحية المنتظمة. نتائج جيدة من تأهيل الأسر بالماشية في إقليم عنسبة. حل مشكلة الخدمات الاجتماعية في منطقة همبول قجاج. البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا بأعداد الوفيات جراء كورونا. بايدن يدعو قادة العالم لحضور قمة إلكترونية حول المناخ الشهر المقبل. وتجدد ثوران بركان جبل ميرابي بإندونيسيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال المهنيون الصحيون إن إجراء الفحوصات الصحية المنتظمة لها إسهام كبير للتعرف على الأوضاع الصحية والحد من الأمراض الفجائية التي تأتي مع الكبر. وأوضح الممرض هابتوم مكند من مركز 4 أسمرة الصحي أن بعض المرضى يأتون إلى المؤسسات الصحية بعد بلوغ المرض مرحلة يصعب علاجها، داعيا المواطنين عامة ومن تجاوزوا عمر 40 خاصة إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة. وحث الممرض تخلا جبريوسوس من جانبها المواطنين للاستفادة الجدية من المؤسسات الطبية المنتشرة التي تخدم الخدمات الصحية المختلفة عن قرب، وتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية الكبيرة. يحقق برنامج التأهيل بالماشية الذي يقوم به مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة بالتعاون مع الإدارات نتائج مرضية. وأفاد المكتب بأن برنامج التأهيل يعمل لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين. ويقدم البرنامج التأهيل لرعاية الأيتام والمعاقين والمرأة الراعية، ويجري اختيارهم بالإدارة وشركاء العمل الآخرين. وأوضح المكتب تأهيل 125 أسر منذ بداية هذا الشهر بقيمة 1,250,000 نقفة في 9 مديريات الإقليم. أعرب سكان همبول قجاج عن ارتياحهم لحل إشكالية الخدمات الاجتماعية لتجمعهم، خاصة الحصول على خدمات المياه داخل القرية. وأوضح السكان أن مشروع المياه الذي أرثي قبل 8 سنوات يقدم خدمات مرضية، معربين عن قلقهم من تعطله لوجوده على ضفاف الخور وانجرافه. ويوجد في ضاحية بولقجاج التي تضم 8 قرى مؤسسات الصحة والتعليم وسوق، وتشهد كثافة سكانية. أوضح مسؤولو الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة أن العمل جاري لتوسيع تنظيم الشباب والطلاب حتى الضواحي. وأوضح مسؤول المديريات أن التأطير يساعد لتنفيذ مهام فاعلة وسريعة من العمل الذي كان يعمل به بالتحرك من المكتب المركزي والأقليم والمديريات. وأفاد فرع الأقليم أن العمل متواصل لتطوير مراكز الشباب في حقات وقلب، وإرساء مركز آخر، وإقامة أندية شبابية بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية وإدارات الضواحي بهدف الارتقاء بقدرات الشباب. سيداتي سادتي، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. سجلت البرازيل رقما قياسيا جديدا في أعداد الوفيات بفيروس كورونا، هو الأعلى منذ بدء الجائحة. ومن جانبها فرضت السلطات الفلبينية الحجر الصحي على ملايين المواطنين لمنع انتشار الفيروس.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 3650 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى 84,245 إصابة. وبذلك يتجاوز مجموع الوفيات أكثر من 307,000 وفاة، ويتخطى إجمالي الإصابات 12.4 مليون إصابة. هذا وأعلنت الفلبين أنها ستفرض اعتباراً من الأسبوع القادم حجراً صحياً على 24 مليون شخص بالعاصمة مانيلا وضواحيها، في ظل صعوبات تواجه المستشفيات نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا. ويأتي تشديد القيود بالمدينة التي تمثل أكبر المراكز الاقتصادية للبلاد ويعيش فيها 5 سكانها، مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة تفشي نسخه المتحورة. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات إلى 40 من قادة العالم لحضور قمة إلكترونية حول أزمة المناخ تستضيفها إدارتها الشهر المقبل، يتقدمهم نظيراه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جي بينغ. وأعلن البيت الأبيض أن القمة المقررة عقدها يومي 22 و 23 من أبريل المقبل تسلط الضوء على الفوائد الاقتصادية للحفاظ على البيئة. وتمت دعوة زعماء أوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ثار بركان جبل ميرابي أكثر البراكين اضطرابا في إندونيسيا مجددا، مطلقا سحبا من الرماد في الهواء وقاذفا الحمم والحطام البركانية أسفل منحدراته دون أن ترد أي تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين. ونقل شبكات إخبارية عن رئيسة مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في مدينة يوجياكارتا قولها إن البركان نفث عمودا من الرماد الساخن لارتفاع يصل إلى 200 متر في الهواء. وأضافت أن البركان أطلق سحبا ساخنة من الرماد 8 مرات على الأقل، بالإضافة إلى ما يسمى بالتدفق البركاني الفتاتي التي وصلت لنحو 2 كيلومترات أسفل منحدراته. وأصدر المركز تحذيرا للقرويين الذين يعيشون عند منحدرات ميرابي بالابتعاد عن فوهة البركان لمسافة 5 كيلومترات وتوخي الحذر من أخطار الحمم التي يطلقها. ويعد البركان أكثر البراكين نشاطا ضمن العشرات في إندونيسيا والذي سبق أن ثار مؤخرا. والخبر الأخير في هذه النشرة: قال قائد اسطول القواسات الروسي في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين عبر الفيديو إن 3 قواصات صواريخ باليستية نووية روسية صعدت إلى السطح في وقت واحد محطمة جليد القطب الشمالي خلال تدريب. وقال القائد الأميرال نيكولاي يوموفينوف إن القواسات أجرت المناورات المعقدة للمرة الأولى في تاريخ البحرية الروسية، وأضاف أن القواسات صعدت في دائرة نصف قطرها 300 متر، وإن سمك الجليد الذي حطمته 1.5 متر. وعمل الكرملين على تعزيز الدفاعات الروسية في القطب الشمالي الذي وصفه بوتين بأنها منطقة حيوية للمصالح الروسية بعد أن جعل تغيير المناخ الوصول إليها أسهل. وأجري التدريب بالقرب من أرخبيل جزر فرانز يوزيف لاند في المحيط المتجمد الشمالي، واستهدف اختبار المعدات العسكرية الروسية في ظروف الطقس شديدة البرودة. أيها السيدات والسادة، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.